السلام عليكم ورحمة الله. ضع بصمتك. أنا في التسجيل ده داير أتكلم عن المأساة اللي حصلت في مدينة سنجة داخل الفرقة 17. وفي الخطاب ده أنا صراحة داير أوجه التساؤلات دي للشعب السوداني اللي ما كان لهم خلفية تماما عن الحرب ولا على السياسة، وبس أصبحوا الصباح 15 أبريل ولقوا الحرب مدورة، والميديا كلها بتتكلم عن إنه هنالك مرتزقة وأجانب والمفترض يبلوهم، وقالوا بلبس وهم لا ما زالوا بيقولوا بلبس. خلينا لو شفتوا انتوا انه الناس اللي تم قتلهم من 15 ابريل لحد يوم الليله كلهم كده دماءهم دي رخيصه جدا، فلنفتكر يعني نتفق معاكم نقولوا ديل باطفال بنساء اللي قتلوا في الجزيره، في الخرطوم، في سنجا، في سنار، في يعني ما في مدينه في السودان دي والا يكون فيها انسان يعني قتل. ديل كلهم خلينا نعتبرهم كما سموهم البلابسة وانهم ديل مرتزقة وديل اجانب. بس خلينا نمسك في حق السنجة دي بس. يعني حق السنجة دي اي انسان متأمل يا اخوانا بتعكس حاجتين حقيقيتين، بتعكس حجم المعاناة والمأساة اللي احنا وقعنا فيها كشعب سوداني، والشيء الثاني بتعكس برضو حجم العمالة والخيانة للوطن. وده اللي بيأكده الخيانة طبعا بتعكس نسبة الأجانب اللي قتلوا، بغض النظر عن إنه الناس دي قتلهم منه. فالسؤال يا إخوان البديهي والمنطقي للشعب السوداني اللي ما زال بيقول بلبس والكيزان خامن بالحاجة دي، ويا ريت لو الشعب ده بس بدل ما يمسك في الأسباب ونتائج الحرب، بدل ما يمسك في نتائج الحرب وإفرازاتها، إنه يقول لك ديل اغتصبوا، ديل سرقوا البيوت، ديل سكنوا في البيوت، ده للإنسان البسيط هم بيمسكوه بالحاجة دي. لكن أنت إنسان لو ربنا عداك عقل وبصيرة يا أخي تفكر في الاسباب حقت الحرب دي شنو، وليه الحرب دي ما دايره تقيف؟ هل الحرب دي هتقودنا الى اننا نجيب الجيل اللي تم قتله ده كله، نجيب جيل احسن منه؟ او البنيه التحتيه اللي اتدمرت دي كلها، هل بمواصله الحرب دي هنلقى بديل احسن منها؟ الشيء الثاني، الاجانب الجنسيات اكثر من 4 ولا 5 جنسيات بالمئات او بالعشرات، انا لو ما ادري ابالغ فلنقول بالعشرات اللي قتلوا مع الجيش في سنجديل، ده بيعكس شنو؟ طيب يا اخوانا ببساطة الشعب السوداني ده لو بس مقدراته الآن أهدرت في ظل الحرب دي، الكيدان ده لل 30 سنة الحكموا دي لو بس سخروا الآن بيسخرين في الحرب ده، احنا كلنا كسودانيين ما عشنا في جنة من جنات الدنيا دي كلنا كشعب سوداني؟ طيب الآن الحرب دي مما قالت بدت الطرفين اي واحد عنده دعم وعنده مدد وبيقاتل. طيب يا اخوانا اي انسان لما يدعمك او يقاتل معك، هل بيقاتل معك عشان سواد عيونك؟ لا طبعا، على الاطلاق ما في انسان بيقاتل معك عشان سواد عيونك، لكن بيقاتل معك لمصالح. طيب معناه انت بعد الحرب دي ما تجيف، خليك من اللي انت دمرته ده، الزول اللي بيدعمك ده برضه عنده اشياء، عنده مستحقات دايره، فبالتالي اكيد هيبتزاك بيها. انت لو اتدمرته او ضيعت في الحرب ده من سلاح لبشر لبنية تحتية، إضافة للديون اللي أنت الآن فرضتها على مستقبل البلد وارتهان البلد للخارج أو للأجانب اللي بيدعموك واللي بيسخروا لك كل مقدراتهم من سلاح ومسيرات وعتاد، وأنت الآن بقيت أسير لأفكارهم هم ولمرضاتهم هم. أنت كشعب سوداني ليه ما فكرت إنه يا أخي أنا لابد من إنه أتحرر من الحاجة دي؟ واللي بيخليني أنا اواصل في حاجه دي وحتى مع استعين بدوله اجنبيه او باجانب ابيع لهم بلدي وابيع بهم مقدرات الوطن ده كله اساس انه انا اتقاتل. طيب لو قلنا يا اخي انه نمشي بفرضيه الكيزان اللي قالوا احنا بنقاتل اجانب وغزاة وكاتلين عابرين للحدود وجوا يقتلوا الشعب السوداني ديل، لو افترضنا الحاجه دي صحيحه،
يا اخي لما 15 ابريل دي جات، انت يا جيش قتلت الناس الدعم السريع اللي قاعدين معاك في عهدتك، قتلتهم. 4000 4000 مجند قتلتهم بالصباح بالطيران. ديل كانوا ذنبهم شنو؟ ما ناس عزل وكانوا ماشيين معاك وبيقاتلوا معاك تحت امرتك انت. الدعم السريع ده جيت هاجمته وقتلته. طيب قلنا دي زله. بعد ذاك جات كم مبادره للسلام. انت ليه رافض السلام؟ ليه رافض ايقاف الحرب وبتقول انا اواصل لحد ما انتهي من الناس ديل؟ انت الان داخل في قريبه في السنه الثالثه، ما قدرت تنتهي من الناس ديل، وما زالت الخسائر ماشيه، وما زالت الارواح تسفك. اذا الحاجه دي ما عندها نهايه على الاطلاق. الدوامه دي ستظل وماشيه، واللي بيدفع ثمنها انت كمواطن. ناهيك على المواطنين الان اللي تشردوا خارج البلد واللي بيعانوا وال بيستقلوا في خارج اوطانهم. دي كلها ضريبتها الحرب دي. وانت لا زلت مصر انه لابد انه انا اواصل في الحرب. والا كمان اخذت لك شروط بتقول انه يا اخي ناس الدعم السريع اللي انا بقاتلهم ديل لازم يمشي يتلموا ليه في حتات معينه ويكونوا هناك ويسلموا السلاح. بعد ذاك انا اوقع معاهم او اتفق معاهم. يا شعب يا سوداني، هل بالمنطق وبالعقل يعقل انك انت يا جيش جيت قتلت الناس دي هم كانوا معاك في 15 ابريل، ضربتهم هم قتلتهم، المسلحين والما مسلحين. الان في ظل الحرب دي هل يعقل انه انسان بيسلمك بمشي بيتلم لك في حته واحده يجرد السلاح ويقعد ويامنك انت؟ ده منطق؟ ما في انسان. وهم ذاته مقتنعين انه يا اخواننا الشرط ده شرط تعجيزي وما ممكن. ده شرط انسان رافض ايقاف الحرب. الانسان اللي بيقول الكلام ده هو داير يتاجر في داير يواصل في الحرب دي. ما بتعنيه معاناتكم انتم، ما بتعنيه كل ال- الخسائر اللي وقعت على الشعب السوداني دي. هو عنده اهداف معينه داير يواصل فيها، اهدافه ما اتحققت هو ما داير يقيف. لان الكلام اللي بقول فوقه ده لا دي رغبه الشعب السوداني ولا بتحقق اماني الشعب السوداني، بل ديل اختطفوا راي الشعب السوداني. وللاسف الاغلبيه من الناس سلموا انفسهم رهائن للكيزان ديل، والكيزان ماشيين بيضعوا عليك الشعارات وانت مواصل فيها. الحرب تواصل لاخر جنجويدي، والحرب تواصل لاخر مليشي، والبلد تتدمر والشعب بيتدمر وانت مواصل. يا اخواننا شغلوا عقلكم. الناس الاسي بيدعموا، لو افترضنا انه يا اخواننا حتى السرديه حقت الكيزان دي صحيحه، اللي حتى انا اللي بتكلم معاكم عمران ده فلنفترض انه ذاتها انا نيجري او كولومبي او اجنبي جاي من بلد تانية غازي زي ما هم بيسمونا غزة. طيب انت، انا الغازي اللي عايش معاك ده، لو انا غازي، لو افترضنا الدعم السريع للغزاة انت اللي اسستهم في يوم من الايام وقعدتهم معك وجيت قاتلتهم. الان انت ما قادر توقف الحرب وبتحاول تقتلني وتحاول تنتهي مني. انا ما خلاص بدافع عن نفسي. لو جبت زول اجنبي غريب قريب، لو بس مشينا في الفرضيه حقتهم دي او السرديه الكاذبه دي انه الدعم السريع ده جاب اجانب، فبالتالي احنا لابد نقاتل الاجانب. بيقولوا من 15 دوله او 20 دوله أو مرات عدد الدول ذاتها ما بيتفقوا عليها. لكن فلنفترض الكلام اللي قاله ده كله صحيح، من 20 دوله 30 دوله الان جو وهم بيدافعوا عن الدعم السريع. طيب انا لو انت بتقاتلني وانت داخل رافع سيفك علي وداير تقتلني ما داير تقيف، انا ما بستعين. لو لقيت عصايه، لو لقيت طلقه، لو لقيت قشه، لو لقيت مويه، الحاجه اللي بتحميني بدافع عن روحي دي لاخر نفس. فبالتالي يا ناس الحرب دي بالشكل ده ما حتقيف على الاطلاق، حستظل متواصله. وفي نفس الوقت انت اللي بتقول انا كدوله والرافض للسلام، الان شفت في سنجة دي احنا لقينا 4 ولا اكثر من 6 جنسيات من دول اجنبيه، خبراء عسكريين ضباط واستخبارات وغيرهم وغيرهم كلهم قتلوا في الحته دي. معناها انت ارتهنت البلد دي لاجانب، لدول اجنبيه، والدول دي ما بتقاتل معك حبا للشعب في الشعب السوداني ولا حبا في سواد عيونه، لا، في مقدرات الشعب السوداني. معنى الحرب دي لو انتوا بيها اجانبكم دول قدرتوا تقضوا على الدعم السريع، السودان ده سيظل اكثر من 100 سنه الان رهين للدول الاجنبيه دي، اللي الان هي دعمتك بالسلاح، دعمتك بالرجال بالخبرات. والان يعني شوف سبحان الله، ربنا اذاقهم ما اذاقوه للشعب السوداني، جو كلهم قتلوا على بكره ابيهم، قتلوا على بكره ابيهم في سنجه. الجيش ما عنده جرأة في انه يتكلم عن الاجانب اللي قتلوهم هناك،
ولا حتى الاجانب ما قدروا حتى ينعوا ناسهم ديل. اي اسره قاعده تنعي في حد في بيتها، بس الاجانب اللي قتلوا ديل من اكثر من 5 دول باستخباراتهم ورتب عاليه، اللي قتلوا في سنجا ما قدروا الدول الاجنبيه ولا السفارات قدرت تعزيهم، ولا حتى السودان قادر يعزيهم، ولا حتى الضباط اللي قتلوا داخل السودان دول قادر يعزيهم. ما في. كلهم لما حصلت الضربه دي جو قاموا سحبوا الناس ديل الاجانب، اول حاجه سحبوهم، بعد ذلك سحبوا الضباط والرتب العليا والقاده. وللاسف لاحظتوا الفيديوهات اللي انتشرت جابوا برضو ابنائنا البسطه المهمشين اللي الان بيقاتلوا وما جايبين خبر، حتى ما رفعوهم مع الناس ولا ودوهم مستشفيات ولا اسعفوهم ولا حتى ودوهم مشارح. بعد المعركه دي، بعد الضربه دي انتهت بكم من الساعات والناس كلها مشت واجلت، استيل هم قاعدين. بعد ذاك الناس اللي الفراج المواطنين الساكت بيجوا يلقوهم وفيديوهات وصوروها. فده يا اخواننا برضه بعكس لك حجم المعاناه وحجم الكذبه الكبيره اللي اطلقوها الكيزان على الشعب السوداني، وقاعدين يتعاملوا مع الشعب السوداني بطريقه طبقيه بغيضه، حتى على مستوى الاموات، حتى على مستوى القتل، حتى في مستوى المساواه، حتى في ابسط الحياه. في الدفن ده الناس اللي بيقاتلوا الاولاد اللي شفناهم في الفيديوهات ديل، اولاد من جبال النوبه، من دارفور، من كردفان، اللي ماتوا في سنجل اللي قاعدين تصوروهم ديل اخر ناس المطحونين، زول اشتغل بهم ما في، لا اكرموهم احياء ولا اكرموهم اموات، في الموت مشوا خلون. فيا اخواننا، انا الكلام ده بقوله مش لاني انا دعم سريع، وانا انا دعم سريع وبعتز بذلك، لكن خلينا يا اخي انت كشعب سوداني فكر بعقليتك بس. انا زي ما ذكرت انسى كل المعاناه دي، بس خلينا نمسك، لو مسكنا معاناه سنجه دي وتاملت فيها وتتبرتها، انت المفترض تعرف انك انت مخموم ومغشوش لهاويه، ماشي لهاويه. يعني ما خساره ابناء الوطن الجيش اللي قتلوا ديل، خليك من الناس الدعم السريع ديل كلهم، انت قلت ديل ما بشر، بنسائهم باطفالهم بالمواطنين، قلت ديل ما بشر، قتلتم باحياء، بحيواناتهم قتلتهم. خلينا نتكلم عن الجيش. انا كداعم سريع حزين حتى على ابناء الوطن اللي قتلوا في السنجه ديل، لانهم ديل هم هم ديل هم الذات حق الوطن ده، ديل هم العمود الفقري للسودان. انت اذا كان ضللتم وغشيتم وجدتم قتلتم، خساره لي انا كشعب سوداني يا اخي. فبالتالي يا شعب يا سوداني، المفترض تفهم السودان ده ماشي لهاويه، والكيزان ده القاعد يبيعوه، مستعدين يبيعوه طوبه طوبه في سبيل انهم يرجعوا للحكم. والدول الاسيات الاكثر من 5 دول دي وكلها دول اسلاميه وقاعده تدعم وجات في السنجه وقتلت، لو بس هم بيتكلموا عن العروبه وعن الدين، ربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ليه ما فرضت السلام؟ ليه ما فرضت جبت السلام يعني او اوقفت الدماء دي؟ ليه انت جاي بتدعم طرف اخر بسلاح وكده، مع انه ذاك الطرف الجاني والمجرم والاشعل الحرب؟ لكن انت ليه بتدعمه؟ لانه قدم لك تنازلات، لانه باع لك الوطن، باع لك مقدرات البلد دي، وعدك بانه يسلمك البلد دي كلها بكل خيراتها. عشان كده هو نسى لك حاجه اسمها عروبه، نسى لك حاجه اسمها الدين، نسى لك حاجه اسمها اخلاق، جا بدعمك انت واقف معك في ضلالك. عشان كده ربنا قال اتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. قاعدين بيدبروا ويكيدوا ويمكروا، وكان الله خير الماكرين. مكر بهم ودمرهم وزاقهم وراهم آية في أنفسهم. لكن الآية الكبيرة والبليغة إنك أنت يا شعبي السوداني تفهم إنه بالطريقة دي أنت اللي هتدفع الثمن، والدماء دي لا يمكن أن تجيف. ولو ما توقفت عن خطاب البلابس اللي بيقول لك بل ده، ما دام أنت بتقاتل الدعم السريع، الدعم السريع من حقه يدافع عن نفسه، ومن حقه يستعين، إن صحت العبارة يستعين بمن يشاء ليبقى حيا. ما دام أنت داير تقتلني، داير تسفك دمائي وبتستعين بالأجانب، ما تقول لي أنت ما تستعين بأجنبي. الشيء الثاني، الاكاذيب اللي افكوها للناس انه الدعم السوداني، انه دعم السريع ده جايب مرتزقه اجانب، جايب كولومبين عشان داري يبرروا للاجانب بتاع انهم الاسي دخلوهم داري يبرروا لاستمراريه الحرب. فيا شعب يا سوداني، قبل ما ترجع دائما، قبل ما تمشي للنتائج حقت الحرب وافرازاتها، اللي يغشوك بها الكيزان ديل، شوف الاشعل الحرب دي منو، وليه ما داري يوقف الحرب من تاريخ العالم ده. نحن هسه عايشين في اوروبا، اوروبا دي كانت فيها حروبات طاحنه قبليه، في النهايه انتهت بسلام، انتهت باتفاقات ومعاهدات. فبالتالي من الافضل اننا نوقف الدماء دي في السودان اليوم قبل غدا. اليوم لو وقفناها احسن، لو وقفناها امس كان افضل من الليله، ولو وقفناها من اول شهر كان افضل من الليله او من بكره. فيا اخواننا، الناس اللي بيقولوا بل ديل
الكيزان ديل بيضعوا لكم الخارطه وانتم بتشيلوا بتمشوا فيها، انتم بتدوهم الجرين لايت في انهم يواصلوا في دمار البلد. ينبغي انكم تجيفوا وفكروا بعقولكم، ما يغشوكم، يشيطنوا لكم الدعم السريع. الدعم السريع ده سواهم منه؟ ما سووهم ديل، وهم قالوا من رحمة الوطن، من رحمة الجيش. فبالتالي الناس السياسيين الأسي بيقودوا والإعلاميين ديل لا عهد لهم ولا ذمة ولا أخلاق. ديل بايعين ذممهم، بايعين أخلاقهم، بيغشوكم انتوا يا شعب يا بسيط. انتوا اللي بتموتوا، وانتوا اللي دافعين الثمن، وانتوا اللي قاعدين تتضرروا من الحرب دي، وانتوا وقود الحرب دي. انتوا لو ما وعيتوا ووقفتوا، هم ديل لا عندهم المقدرة في انهم يمشوا يقاتلوا بنفسهم، ولا عندهم المقدرة في انه، ولا عندهم الشجاعة في انهم يقولوا لكم الحقيقة. جبنة قاعدين في الخارج ويتواروا بيكم انتوا بتموتوا، وبيرسموا لكم الخطط وانتوا بتكرروا فيها. فكروا في اي عباره قبل ما تقولوها، فكروا فيها. اللهم اشهد اني قد بلغت. السلام عليكم ورحمه الله.